يمكن ما اعرفش سمعت الاستاذ محمد والد حازم وكلامه النهارده دلوقتي، كنت معانا ولا ما خدتش بالك؟ لا معلش، انا ما بتفرجش عليك فما سمعتش، معلش. ده كلام امين، ما تتفرجش عليا. ماشي. معلش اسف مش في البيت. طيب. لا يعني هو بيقول ان حصلت مشاده النهارده، وان انت قلت له امر في التدريب، فهو قال لك لو سمحت مالكش دعوه، المدرب هو اللي يتكلم. فانت ما عجبكش، رحت قلت لاسماعيل كابتن اسماعيل، وانت ماشي يعني هو ماشي ثبت له، مش ثبت له يعني شتمته، مش شتمت يعني بشكل عام. فالولد ما عجبوش الكلام ده ورمى الفانيلا على الارض ومشي وطلع يعني، وما قالش النادي الاهلي ولا قال حاجه من الكلام ده. انت رايك ايه؟ ايه اللي حصل يعني؟ انت كنت موجود وانت والله يمكن كابتن، بص يعني انا انت مش عايز. اسمك اتدخل في المشكله النهارده. لا هو بص يا كابتن، انا مش عايز طبعا، لان انا مش بتكلم مع حضرتك عشان ارد للكلام اللي قاله والد حازم او كده، لان الموضوع اكبر من مشكله حازم بتاعت النهارده. يعني موضوع المشكله اللي بيمر بيها نادي الزمالك واللي احنا عمالين نشوفه ونسمعه في الفتره الاخيره دي اكبر من مشكله حازم النهارده. فانا مش هرد على حازم او والد حازم او بتاع. الكلام اللي حصل النهارده حصل قدام كباتننا كلهم يعني انت ما شتمتش إسماعيل. حد يا ميدو ولا عملت حاجه؟ هو قال سب الدين يعني، انا مش عايز اقول سب الدين بس. لا بس مش لحازم يعني بشكل عام يعني. ما انا كابتن حازم ما ينفعش ان انا ارد بالديتيلز والتفاصيل، لان التفاصيل يعني عيب علينا كلنا. عيب علينا كلنا وعيب على اولاد نادي الزمالك. تمام. فمش عايز اخوض فيها هو قال ايه وكده. الناس كلها في النادي عارفه حازم امام قال ايه، والناس كلها عارفه في النادي يعني ان مدى انا حبي للولاد الصغيره جوه النادي، وقد ايه هم بيحبوني، ان انا عمري في حياتي ما في مشكله. طب ايه اللي حصل يا ميدو النهارده يعني؟ ايه اللي كبر المشكله كبيره كده؟ ايه اللي خلى حازم يطلع بره التمرين يعني النهارده؟ مفيش احداث، مفيش ماتشات يعني، الدنيا متوتره ليه؟ طيب يا كابتن حازم امام، لو انت حضرتك بتتابع الاخبار في اخر 5-6 ايام، طالع بيقول ان هو بيعطي مهله لنادي الزمالك حتى ظهر الخميس، والا فسخ التعاقد. صح ولا مش صح؟ تمام. كل الايام اللي فاتت دي. انا زعلان ان الكلام ده مش يحصل. يعني الكلام ده ممكن يحصل من اي حد، وهو ده الكلام اللي كنت النهارده بقوله في اوضه اللبس. ما يحصلش من ولاد النادي. ان عيب ان احنا ولاد النادي ان احنا يبقى على فكره مش بقول ان اللعيبه ما اطلتش بفلوسها. اللعيبه ليها حق انها تاخد. هو فعلا الولد مديون زي ما والده بيقولوا عليه مشاكل كبيره يعني. من حقك ان انت تاخد فلوسك يا كابتن حازم، لكن مش الطريقه ان انا هطلع بهدد نادي الزمالك ان انا لو ما خدتش فلوسي لغايه يوم الخميس هفسخ تعاقدي وهفعل الشكوى. دي كانت مشكلتي النهارده لما جيت اتكلمت. يا جماعه مش هي دي الطريقه. اللي بيطالب بفلوسه احنا اول ناس هنطلع، والجهاز الفني اول ناس بيحاربوا عشان يجيبوا الفلوس من مجلس الاداره. لكن انا بقول مش هي دي الطريقه. عيب، هيبقى منظرنا وحش. ما ينفعش ان احنا نخلي منظرنا وحش كده. انت بتقول الكلام ده لحازم ولا بتقوله بشكل عام يعني في الاوضه؟ للناس كلها بشكل عام. طيب ايه اللي حصل بقى؟ فانا يعني الطريقه بتاعت حازم في الرد، هو قال كلام يعني انا برضو اخدت ان ايه من خلال كلامي معاك، مش هدفي ان انا اذبح حازم امام، لان انا حازم يعني ولد صغير، واحنا في الاخر كلنا يعني كلنا دايما لما ولد لعيب صغير كلكم يعني مع بعض، ودي حاجه كويسه انك انت بصراحه ما كابتن حازم يعني كلنا كابتن حازم دايما لما لعيب صغير يعمل مشكله بنبقى عايزين نلم الدنيا. صح. فمش هدفي ان انا اقول هو قال ايه وكده. انا مش تمام. مش انا معاك في الموضوع ده. برافو عليك يا ميدو. تمام. فاحنا قلنا يا كابتن حازم ان احنا مش هي دي الطريقه. ده بس كل اللي قلناه. انما انا النهارده كابتن حازم معلش ان لعيب يرمي فانيله نادي الزمالك على الارض قدام كابتن حسن شحاته، قدام كابتن اسماعيل يوسف، قدام كابتن اسامه نبيه والجهاز كله واللعيبه، كل اللعيبه اللي موجوده في الملعب، عشان خاطر ايه؟ ليه؟ يعني ليه مال نادي الزمالك؟ انت راجل يعني النهارده كنا بنتكلم اللي عايز يمشي من نادي الزمالك يمشي من نادي الزمالك، لكن يكون في اسلوب احسن من كده. يعني ما يبقاش هو ده الاسلوب. وهل الناس الجماهير اللي انت طالعين بتقول احنا بنعشق جمهور نادي الزمالك وبنحب جمهور نادي الزمالك، هل الجمهور يستحق منكم كده؟ ده سؤالي بس. والحاجه الثانيه يا كابتن حازم المهم الضروريه، هل حازم امام هو اللعيب الوحيد اللي عليه ديون وعليه مشاكل؟ لا، في لعيبه كتير. كابتن حازم في لعيبه في نادي الزمالك عندها مشاكل قضائيه ومعرضه انها تحبس في اي وقت. واللعيبه دي مش ولاد النادي. محدش فيهم فكر ان هو يشتكي نادي الزمالك. وكلهم صابرين. كلهم صابرين وكلهم مش عايز اقول لك كله لعيبه كتير عندها مشاكل. حسام عرفات، ابراهيم صلاح، احمد جعفر، لعيبه مش ولاد النادي. كلهم صابرين. كلهم بيقولوا هنشوف ايه الفلوس اللي هتخش النادي وهنحاول ان احنا نخلص مشكلتنا. انا كنت اتمنى يا كابتن حازم ان انا ما اكلمكش في مشكله زي دي، لان انا حاسس ان هي مخليه منظرنا كلنا وحش كاولاد نادي الزمالك. انما يعني للاسف الموقف هو اللي شدنا لكده. ونتمنى ان الناس يعني ايه
يعني المشاكل دي تتحل الفتره الجايه، وكل اللعيبه تاخد فلوسها. احنا اكتر ناس نفسنا اللعيبه تاخد فلوسها. صح. كلنا لينا فلوس يا كابتن. بحييك يا ميدو على هدوءك، على احترافيتك في الكلام، ما بتغلطش في حد وبتتكلم في مصلحة عامة، ودي حاجة بجد بحترمك عليها. كان حد مكانك طلع قال لا مش انا، ده هو قال كذا وكذا وكذا، لكن انت راجل بتحاول تلم، ودي حاجة مهمة في نادي الزمالك حاليا. وبالتوفيق يا ميدو، وعايزين نشوفك في الملعب ان شاء الله باذن الله قريبا. ونتمنى نشوف نهاية مشاكل هذه الأزمة المالية الموجودة في نادي الزمالك. يعني الناس ليها حقوق، ولكن في بعض الناس تقول لا ما لها، يعني ما ينفعش يعملوا الكلام ده، وفي ناس تقول لك لا حقهم. يعني يمكن انا معايا سؤال الحلقه مين يعني ورا سبب فسخ يعني لعيبه الزمالك كتير، عمرو زكي وحازم امام. الناس بتقول مجلس اداره، الناس بتقول انديه اخرى، الناس بتقول اللعيبه نفسهم ما بيفكروش كويس، الناس بتقول ان هم ده حقهم. في اراء مختلفه كتير جدا، ولكن هي